احنا النهارده جايين لندن علشان ناكل. اللي انا عرفته اللي فيه كشري التحرير موجود هنا في لندن، وبما ان اللي فيه كشري التحرير هنا في لندن فاحنا لازم نروح نجربه. انا جعان وبقالي كتير قوي ما اكلتش كشري. اخر مره اكلت كشري في لندن كان يعني كشري عادي، مش اللي هو الكشري بتاعنا شبه بتاع مصر، هو ما بين الكشري اللي احنا عارفينه وكشري البيت. بس طالما فيه كشري التحرير نروح نجرب كشري التحرير. واللي انا سمعته ان كشري التحرير اللي موجود في لندن هو كشري التحرير اللي موجود في مصر. فكشري التحرير اللي موجود في مصر فتح فرع في لندن، مش مثلا واحد سرق الاسم وفتح في لندن، لا ده المفروض اللي هو بيعمل طبق كشري مصري اصيل. فخلينا نروح كشري التحرير ونجرب ونشوف هو جامد ولا اي كلام. كشري التحرير ورانا اهو، بس المشكله اللي هو قافل، بيفتح الساعه 1 دلوقتي الساعه 12 الا ربع، ففي ساعه وربع لازم نستناها لغايه ما يفتح. علشان اكون صريح الصلصه ريحتها جامده جدا وطالعه بره، يعني انت من بره شامم من ريحه صلصه محترمه. الساعه دلوقتي 1 واكيد هو فتح، فيلا بينا. دي دقه، الدقة طبعا الأسعار عندهم كويسة، بس رز بلبن غالي شوية. مستنيين الرقم بتاعنا. الصراحة هتبقى تجربة لذيذة انك تاكل كشري هنا، حاجة كويسة. انا لسه ما دقتوش بس الريحة جامدة جدا. انا طلبت تيك اواي، فانا هاخد الاكل واطلع اكل بره، مش هاكل هنا علشان اعرف اصور. 1 hour later. وصل رقم 5. لا كشري التحرير في لندن هو فتح الساعة 1 بس، فضلنا 40 دقيقة قاعدين جوه لغاية ما الحاجة جهزت، فكان في تأخير جامد في المحل. بس أهم حاجة اللي احنا جبنا الكشري، فاحنا دلوقتي بندور على مكان نقعد فيه علشان ناكل الكشري. طلع الكشري، قلب كشري التحرير. انا الصراحة ما جربتش كشري التحرير قبل كده، هي دي أول مرة. طبعا بيدوك معلقة خشب. دي علبة الكشري، دي الميديم حوالي يعني حوالي ب10 باوند. المشكلة مفيش مكان اللي احنا نقعد فيه، فأنا عايز آكل هنا. طبعا الصلصه، ريحه الصلصه جميله جدا الصراحه، وبيديك كيسين بصل والدقه والشطه، والباقي محطوط في علبه الكشري. حط الشطه، ربنا يستر. بعد كده الدقه والبصل. نعمل الميكس بتاعنا، اهم حاجه الميكس. خلينا بقى نجرب الكشري. الشطة حامية بس طعم الكشري حاجة جامدة. خلصنا أكل، خلص كل على طول. خليني اقول لكم التجربه بتاعتي مع كشري التحرير في لندن. طبعا كشري التحرير ده هو كشري التحرير بتاع مصر، وكان صاحب المحل وعياله كانوا موجودين في المحل واتكلمت معاهم، فهم بقالهم حوالي 20 يوم فاتحين في لندن، مش فتره كبيره. وطبعا عشان تفتح محل كشري في لندن بالجوده دي فهي حاجه صعبه مش حاجه سهله، فانت ممكن تقلق الحاجه دي هتطلع حلوه ولا اي كلام. بس الصراحه الكشري جميل جدا زي بتاع مصر، هو حاجه كده محترمه. بس المشكله اللي هو سعره غالي شويه، يعني العلبه اللي انا جبتها ب 10 باوند. ال 10 باوند هنا في شارع العرب تجيب لك برده، ممكن تروح تجيب لك سندوتش شاورما وممكن يكون اقل من 10 باوند كسعر، فهو غالي شويه. بس كطعم وكواليتي فلا هو حاجه جامده جدا. كل ما هاجي لندن لازم اروح كشري التحرير اضرب لي طبق، حاجه اكيده لازم اعملها كل مره اجي لندن فيها. والمشكله الثانيه لو انت عايز تطلب بصل زياده او صلصه زياده فهي غاليه جدا، يعني الحاجات دي غاليه. والرز بلبن عندهم غالي، يعني علبه صغيره قد كده ب 3 جنيه، انا مش عارف ليه. فهم المفروض يرخصوا الحاجات دي شويه، ده بالنسبه لنا. بس هي كانت تجربه جميله وانا حبيتها. لو انت عايش في انجلترا وما تعرفش اللي فيه كشري التحرير في لندن فديك عرف، تعالى جربه هيعجبك جدا صراحة، حاجة جامدة. فإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.